السلام عليكم الاخوه الكرام. نكملوا على الجوله ديالنا. احنا طلعنا، احنا دابا كنشوفوا واد الليل. ها هي واد الليل، هذه السفليه وهذه العليا لان فيها جوج. حنا وصلنا حتى عندك الدار، هي ديك الدار الكبيره. وصلنا حتى تما، وصلنا حتى الجامع بالضبط، وصلنا حتى المسجد، حتى الجامع. تما قالوا لنا كاين هذيك البيستا كتدين داك وادي الليل الفوقيه راهي فين هي، ولكن حتى تما في وادي الليل ما كتطلعش العنصر، كتشرع هو العنصر ما كتطلعش تما. حنا كان خصنا نطلعو تما، قال لك انا رجليه ولكن بالسياره لا، كان خصنا نطلعو تما باش بلاتي كثر لي مزيان. قيل لك كثر لي نعم تابع. كان خصنا نطلعو تما من هذا العنصر باش من تما نخرجو نصدينا. راه هي واحد البيستا كتخرج صدينا وكتخرج في فحص البحر. هادشي اللي كان عندنا في النوايا، ولكن هادي جبرنا الحد ديالها كتوصل هنايا، ما كاينش الطريق بيننا وبين العنصر. وهنايا هادي مناظر جميله جدا. ها هنايا الحوت كتبان، ها هنا كيف لنا سد سمير، ها هو سد سمير. وحنايا غندوزو دابا في السرور. هاد شارط السرور اللي كنا جوزنا منه مرة أخرى اكتشفناه، وهذا عندهم واحد السيد نشيط اللي كنا نسميه ها هي ديك الجامعة د السرور. عندهم جوج المساجد، عندهم هاديك وعندهم هاديك، وعندهم واحد السيد تما يا ربي شني كيعيطولو، كانوا قالوا لنا شنو الاسم ديالو. دابا حدا نتفكرو نقول لكم شنو الاسم ديال ديك السيد اذا نكملو الطريق ديالنا. انا تفكرت الاسم ديك السيد سيدي حلحول. هو تما عندهم واحد السيد سيدي حلحول. وكاينه واحد القضيه الاخوان، على واحد القضيه، واحد المجموعه ديال الاخوان كيعرضوني كيقولوا لي على هذا السيد، سيدك هو الله، سيدك هو رسول الله، وهادي وهذا من سيد من هاديش من مولاي عبد السلام، من سيدي حلحول، من سيدي من عبد القادر. حنا ما كنأمنوش بالسيد كسيد كأشخاص، ولكن حنا كنأمنوا بهم كتراث، كتاريخ، كناس أغلبية ديالهم كانوا مجاهدين صدوا الاستعمار بأسدرهم العارية. بحال 7 رجال السيد اللي 7 رجال كيقول لي سيد 7 رجال سيدك والله. هذاك السيد تما مدفونين المجاهدين، تما مدفونين اللي دخلوا هيدا كيصدوا الاستعمار الإسباني. ما عندهم سلاح، ما عندهم والو، غير بالصدر ديالهم وبالمناجل وبالمكاحل. في حين كان الاستعمار الإسباني عنده المعدات الحربية، عنده مدافع، عنده الطيار، عنده البراكوت، ضربوهم بالقنابل، ضربوهم بالمدافع. هادوك المجاهدين اللي كنسيدوهم حنايا، كنسيدو الأرواح ديالهم. حنا ما كنقدسوش الأشخاص، حنا كنأمنوا بالله سبحانه وتعالى فقط. إذا كان شي حاجة غيعطيها لنا الله، إذا كان شي حاجة غادي يزول لنا الله سبحانه وتعالى، ولكن احتراما لتلك الأرواح اللي ضحت من أجل الاستقلال. كنعطيو لهم واحد الاعتبار. شو على شجر، على حجر هنايا، شو على جبال. هذه الإخوان واحد الملاحظة فقط، وأستودعكم الله مع هذه المناظر الخلابة الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.